قصة الأفعى والكنز المدفون. في قديم الزمان في إحدى قرى اليمن الجبلية كان هناك رجل فقير يدعى سالم يعيش على ما يجمعه من حطب الجبل ويبيعه في السوق. كان رجلا طيبا، لكن الحظ لم يبتسم له يوما. ذات ليلة بينما كان سالم عائدا من الجبل سمع صوتا غريبا ينبعث من كهف مهجور على حافة الوادي. كان الصوت همسات متقطعة بلغة غير مألوفة تشبه فحيح الأفاعي، ورغم خوفه تملكه فضول قاتل، فاقترب من الكهف متخفيا. في الداخل رأى مشهدا لا يصدق: أفعى ضخمة ذات لون ذهبي وعينين تلمعان كالياقوت تلتف حول صندوق خشبي عتيق وتهمس بلغز غامض: من فهم سري نال ذهبي، ومن طمع بغير علم صار ترابا في العدم. سالم لم يقترب، بل جلس يراقب من بعيد لأيام، حتى بدأ يفك رموز الكلمات التي كانت ترددها الأفعى كل ليلة. وبعد أسبوع من الترقب والفهم تجرأ ودخل الكهف عند شروق الشمس، وهو الوقت الوحيد الذي لا تكون فيه الأفعى هناك. داخل الصندوق وجد بردية قديمة وخريطة كنز دفين مدفون في باطن الجبل. اتبع سالم الإشارات، وتحت صخرة ضخمة وجد جرارا فخارية مليئة بالذهب والجواهر، لكنه لم يأخذها كلها، بل أخذ منها حاجته فقط وترك الباقي. وفي الليلة التالية عاد إلى الكهف وواجه الأفعى التي نظرت إليه بنظرة مهيبة، ثم همست له: أثبت أنك أهل للأمانة، ما أخذته يكفيك، والباقي حرام على من لا يقدر السر. ثم اختفت الأفعى في رمشة عين، واختفى الكهف نفسه بعد أيام. ومنذ ذلك اليوم عاش سالم عزيزا كريما، لا يطمع ولا يبخل، يعين الفقراء ويعلم الأطفال أن بعض الأسرار لا تباع، وأن الحكمة كنز أغلى من الذهب.